مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. رجعت وياكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم راح أسوي تشريب الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، وهذا راح يكون فطورنا اليوم. وسويت وياه تمن وبعد حبشكلات يعني تعرفون. هسه نشوف المقادير. راح أستعمل دجاجة أو أقل من الدجاجة للتشريب حسب الكمية وحسب عدد الأفراد اللي أنتم يعني تحبون تستعملونه. عندي هنا بتيتة وفصين ثوم وبصل، والبهارات بهارات دجاج وكركم ونومتين بصرة وهيل وورق غار. هذني راح استعملهن ودارسين راح استعملهن بالتتبيلة. هسه نخلي الجدر على النار ونخلي كمية من الزيت، ونخلي الدجاج أو نحمس الدجاج مثلا نحمسه بدون زيت بالبداية، نخليه ينزل مايه وبعدين نضيف الزيت. هاي ترهم وهاي ترهم. هسه نعرفه ينزل مايه كلش وبعدين أضيفه زيت. هسه تقولون أغلب الوصفات اللي تسوونها هي بالدجاج، طبعا هو لأن أرخص شي هو الدجاج. هسه اللحم كلش غالي يعني، خاصة بشهر رمضان كلش غلوه. يعني احنا زين بالبصرة عندنا أقل شي ب12 وأكثر شي ب16 الكيلو، وبغداد وصل هسه 30,000، 30 و20 خطايا كلش جاي شكون من الأسعار. احنا شوية أهون من عندهم. هسه نضيف البصل ونضيف الثوم وننطي تقليبة ونغطي عليه. وعندي أنا بالبيت يعني يحبون أكثر شي الدجاج، يعني حتى أكثر من اللحم والسمك. السمك أسويه ما هالقد ياكلونه خاصة برمضان. بما أنهم هم يحبون الدجاج يعني نتفنن إنه نسوي فد يوم تشريب أو يوم بخاري مطبق وكله، يعني نصنف بيه حتى يتغير يعني مو نفس الأكلة يومية. هنا ضفت البهارات وهمينة أقلبها، وبعدين الملح آخر شي من يريد يستوي الأكل نضيف له الملح. يمكن هاي أكثر من مرة أنا مسوية هالتشريب، بس كل طريقة يعني بيها اختلاف قليل. وهاي يعني سوب الدجاج أو مرق الدجاج الأصفر يحبونه أكثر شي ويا التمن الشعرية، بس سويت لهم وياه تمن شعرية. وهنا نغطي عليه إلى أن يستوي. وهاي كان وصفتنا، أتمنى عجبتكم. وهذا فطورنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. ومع السلامة بفيديو جديد.